أنا متنكرك عامل علشان أفتش شركتي بنفسي، ولما دخلت كافيتيريا الشركة لقيت إن أكل العمال كله خضار بس، ومفيش ولا عامل اتجرأ يعترض. باستغراب سألت الطباخ ليه مفيش غير خضار، لكن الطباخ بصلي باحتقار وقال لي امشي من هنا. اتعصبت جدا، ولما كنت هتخانق معاه زميل شدني بسرعة بعيد. بعد ما قعدت كل ما أفكر أكتر أغضب أكتر، بس العمال كانوا واخدين على الوضع. كلهم قالوا لي بلاش تعمل مشاكل، وإنهم شغالين هنا بقالهم سنين ومشافوش لحمة في وجباتهم. الكلام ده وجع قلبي، وقررت أحقق في الموضوع ده للآخر. في اللحظة دي راجل لابس شايك ماشي ناحيتنا، كان مشرف الشركة. الطباخ على طول قدم له أكل فخم. التمييز الواضح ده ولعني غضب. جريت تاني علشان أواجه الطباخ. الطباخ قال إن العمال اللي في المستوى الواطي ما يستاهلوش ياكلوا لحمة، والمشرف هددني وقال إني ما عنديش حق أزعق له. كل الناس قالوا لي بلاش تزعل له، بس المشرف اتغرى أكتر. فجأة راح مشاور على عامل وقال له يناديه بابا، ولو عمل كده هياخد ورق فراخ. العامل علشان ما يخسرش شغله اضطر ينفذ. لما شفت المنظر ده غضبي وصل للآخر. جريت عليه وبسطت المشرف بالقلم على وشه. الكافيتيريا كلها سكتت في ثانية، وما كانش باين غير وشوش العمال والراحة اللي حسوها. مساعد المشرف جري يلحقه، بس من الخوف من هيبتي ما قدرش ينطق بكلمة. المشرف وهو متبهدل ومتحرك دمه قال إنه هيتصل بالمدير ويطردني. في اللحظة دي المدير دخل وهو قلقان، ومن غير ما يبص للمشرف أصلاً ركع على الأرض قدامي وقال مستر سميث أنا آسف، أنا قصرت، وكل الناس اللي شاركوا في اللي حصل هيتعاقبوا بشدة